الأستاذة فجر السعيد اللي منحتني أنا شخصيا، ويمكن كان دخولي هذه القناة مع من حسن حظي طبعا إلى جوار جابر باقر، والشكر طبعا اللي أعطاني الثقة الكبيرة أيضا المدير التنفيذي بطلال الأستاذ محمد طلال. أرد لك أستاذ محمد، يمكن أيضا المرأة الكويتية يمكن المتزوجة، خلينا في محور البدون، حاب تقول شيء في بالك خواطر أنت أيضا صاحب، خلنا نريحك في موضوع القضايا، خلنا نعطيك حقك الفكري والادبي، راح نرجع لقضايا يمكن البدون اذا امكن، وقضيه المراه الكويتيه. لك طبعا كتاب من تاليفك ودنا نعرج عليه بعجاله على اساس نعطيك حقك. هذا الثقافي انت يعني رجل مثقف واديب. احنا بس قبل لا ننتقل الى الكتاب، طبعا الكتاب هذا يمكن انت قرات اني في موقعي في تويتر اني صرحت باني انتهيت من تأليف كتاب حق العالم الفلكي والشاعر راشد الخلاوي. هو عالم وشاعر من أهل نجد في سنوات مضت، وهذا الشاعر لم يأخذ حقه من الدراسة حقيقة، يعني أعطيته من وقتي ومن جهدي ومن سنوات حتى خرجت في اجتهاد معين. أسأل الله أن أكون مصيب فيه، والكتاب إن شاء الله يعني خلال فترة وجيزة راح يكون في السوق إن شاء الله. هذا بالنسبة للكتاب. ذكرت أنه يعني بودك طبعا يترجم هذا الكتاب إلى عمل درامي. نعم. والله شوف، أنا الأمانة يعني أنا كان فكرة الكتاب لما أنا قعدت مع أول شيء أمسي على أخونا الإعلامي والشاعر الكبير بدر صفوق. نعم. يعني هذه كانت فكرته حقيقة لما قعدت وياه أكثر من مرة، ووجد أن قد يكون يطلع مني عمل درامي أو شيء، فاقترح علي أني يعني أكتب مسلسل. نعم. يعني عن راشد الخلاوي. وبالفعل ما كنت أملك كيفية إدارة كيفية عمل السيناريو والحوار، فدخلت دورة كم شهر وتخرجت من الدورة الحمد لله. نعم. فبديت أكتب هذا المسلسل حتى أنهيت حلقاته، وقمت بتفريقه في الأردن. طبعا هذا المسلسل إن شاء الله راح يرى النور إن شاء الله. أتمنى أن يعني تكون قنوات انها تاخذ العمل هذا، لانه عمل خاص في عالم فلكي وعلم من اعلام الجزيره، يفترض ان نهتم فيه. طبعا العمل هذا انا قدمته لكذا قناه الامانه، ضمنها يعني وجدت قبول استاذ محمد؟ MBC، والله قدمتها لMBC، وللان قاعد يدرس طبعا. اي للان قاعد يدرس. بعرضه على كذا قناتهم خليجيه. نعم. ان شاء الله انه يلقى قبول باذن الله، ان شاء الله يكون يعرض، ان شاء الله يكون عندنا داخل الديره طبعا، وان شاء الله نشوفها في قناه محليه طبعا، كونك انت ان شاء الله. لكن هو عمل حقا يعني مكتوب بطريقه يستحق الانتاج ويستحق انه يظهر للعامه. طبعا انا حاولت قدر المستطاع اني اتجنب المساس في اي شيء يخص اطراف معينه او شخصيات اجتماعيه، او كوني قانوني واعرف حقوق الناس وحقوقي على الناس. نعم. فداريت العمل هذا بطريقه جيده جدا. نعم. بس هذا اللي يعني عظيم جدا. اسال الله. نعم. طبعا احنا نرد على موضوع عبد الرحمن الشمري. نعم. عبد الرحمن الشمري. نعم. يعني احنا نقول على موضوعنا موضوع البدون، وموضوع أزمة البدون ومشاكلها نقدر نلخصها في بيتين شعر. حلو. بيتين شعر هذه طبعا يقول عشنا، طبعا هذه بيتين شعر تحاكي عقلية وفكر السائد في الوطن العربي، نقول مو بس بالكويت بشكل عام. نعم. حتى تجد بأن هناك مأساة في الكويت أو مأساة في منطقة أخرى، أو لأن هذا فكر سائد. فإحنا يقول عشنا على أمجاد مكة وحطين، عشنا على أمجاد مكة وحطين، وقال المهلب يوم حطوه قاضي، هرجم مضى ما هو سلاح الضعيفين، هرجم مضى ما هو سلاح الضعيفين، ما دام في ذبح المسلمين
راضي. أمجادنا ضاعت والأسباب ثنتين: الجهل صارت له بيوت وأراضي، عقولنا ماتت معانا من سنين. المجد يعني عندنا فعل ماضي، يعني تركنا أمجاد المستقبل وذهبنا إلى، لذلك تجد المشاكل. وبالفعل اليوم الحديث مع سلامتك. الله يسلمك صح لسانك. صح بدنك. لما يمكن يدور الحديث عن بطولات وأمجاد وانتصارات العرب دائما البكاء على الأبطال أستاذ محمد. اليوم تجد فرقة، تجد نزاع، اقتتال مذهبي، طائفي، فئوي، نشوف خلافات. اليوم يمكن الفرقة اللي عايشينها بالوطن العربي والإسلامي لا شك أنها يمكن تثير أكيد الحزن والحسرة على ماضينا المليء بالإشراق والإنجازات، وما في شك يمكن الوضع هذا يحتاج إلى انقلاب على كل المفاهيم. وذكرت حضرتك يمكن موضوع البعد عن الثقافة والقراءة أدى بنا اليوم إلى التخلف والبعد عن يمكن الدول المتقدمة. صحيح. أستاذ محمد، يمكن بعجالة ودنا إذا حاب تقول شيء، تضيف شيء، مشكلة حاب تسلط عليها الضوء يعني تحتاج إلى معالجة سريعة. والله أنا أقول أن بإذن الله أنا متفائل خير حقيقة في الأيام القادمة إن شاء الله، في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد. صباح الحكمة، صباح الخير، صباح العز، هو صباح الأحمد الله يحفظه ويطول بعمره. أنا متفائل خير في عهده، عهد الحكمة والحنكة. أتوقع بإذن الله يعني بعد ما تنتهي المجتمع والتشنج الحاصل في الساحة من بعد حكم المحكمة الدستورية وتتضح الرؤية، سواء كان اللي نسميهم المقاطعين أو المشاركين، وتتضح الرؤية حتى يكون الكل، أتمنى أن يكون الكل في داخل السفينة حتى تبحر